هذه الطرق عندها ارقام معينه، ولكن حنا في الواقع من المفروض انه على ما كينص القانون ديال 900 خص تكون عندنا خرائط. ما كاين عندنا خرائط، ما كاين عندنا تصميم تهيئه. واش كما جاء على لسان رئيس السيد رئيس اللجنه على اساس انه هذه الطرق راها متضمنه لتصميم التهيئه ديال البلاد. حنا كنعرفوا جميعا على انه تصميم التهيئه لا وجود له اطلاقا، ما كاينش، وبالتالي تصميم التهيئه هو اللي غادي يعطينا القوه القانونيه باش نديروا نزع الملكيه في بعض الاراضي. ثالثا كما جاء على لسان الاخ سي مهدي، هذا التعديل من 15 متر حتى ل 20 متر، واش هناك حاجه ملحه حاليا؟ واش كاين هناك اقتصاد؟ واش مبني على دراسه؟ هذا هو المجموعه ديال الاسئله اللي كنسالوا، علما ان لا بالنسبه للنقطه الاولى ولا للنقطه الثانيه اللي هو اساسي. حنا ما عندناش في الحقيقه باش نزيدوا لا في العلول ولا نديروا العرض ديال الطرق بقدر ما كيديرها قانون 900. والقانون 900 هو تصميم التهيئه. شكرا. شكرا. سي خالد الداخلي. شكرا سي الرئيس. شكرا للاخوان المداخلات. فعلا كاين خرائط اخرى اللي درسناها في اللجنه ديال التعمير. كل طريق ضروري خصو يكون عنده ملف ديالها وملف متكامل. وهذا الشيء الملف كيتوضعوا في قسم الممتلكات، ما يكونش ملف بناء على الطلبات. جاوب سي محمد على الطريقه الاولى، طريقه التهيئه رقم 390. الطريقه التهيئه ديال 390 اللي تم التعديل ديالها من 15 20 كاينه بجنان البردعي. هذه الاخوان ربما كتعرفوا المشكل ديالها كامل. حنا في الصدد كاين تسليمه نهائيا لتجزئه الوفاق. والناس ديال العمران كيشتغلوا كيكملوا معنا كل جميع الملاحظات اللي درنا في اطار واحد اللجنه. وكاين اشكاليه ديال واحد الملك يهبط من الكوشه، هذاك الملك يجي من الكوشه وكيطرح كل ديال تجزئه الوفاق. كاين هناك دراسه قدموها الاخوان ديال العمران مشكورين، هو يدير واحد الفراج الفوق باش يجمع داك الماء ما يبقاش يغطي هذا، ما يبقاش يغطي التجزئه. هذه الاولى فيما يخص هذه النهار ديال 390. كاين طريقه التهيئه رقم 131. هذه هناك مؤسسه عموميه مدرسه خاصه، مدرسه خاصه دازت في الاستثناء في طريق وشطه. مدرسه خاصه استفدت من الدومين وكاين الموافقه ديال الدومين على الطريق هذا، وكاين الالتزام ديال السيد مالك المؤسسه باش يخدم ديك الطريق، وهذيك الارض ديال الدومين والطريق دوز ارض ديال الدومين بدون موافقه. عندنا كذلك طريقه رقم 191 العرض ديالها 20 متر كاينه في الحسني في الجيادي. هذه كاينه محاذاه ديال التجزئه ديال الحرف، وكاين التزام كذلك من صاحب التجزئه باش يخدم داك الطريق كلها اللي هابطه ديك 20 متر كلها حتى الحجره. هذه كملها، هذه خدم وهذه كملها كلها حتى الحجره. كذلك كاينه الطريقه رقم 300، كاين الطريقه رقم 229 كاينه في بارك فراج. هذه كاين تجزئه مرخصه في اطار الشباك الوحيد، واللي كاين بين الشروط ديالها هي تحدد الطريق ديال هذه كاينه في اللجنه في الشباك الوحيد، بين الشروط ديالها هو تحديد الطريق رقم 229. وكاين التزام كذلك من صاحبه، وهذه اللي غادي تخدم البارك فراج. هذاك التجزئه اللي غادار ديال بالنسبه للفي اس بي ديال الناس داخل البارك فراج غتدخل حتى لداخل. وكاين التزام كذلك من صاحب الملك بانه باش يخدم ديك الطريق. هذو كل الالتزامات كاينه عند كاين السي عبد الكريم نعم. خالد نعطيو الكلمه للسي مهدي ومن بعد اذا كان السؤال غادي ندخلوا في بيور. راه كاين لو توبوغرافيك السيد الرئيس، كاين لو توبوغرافيك وغادي ندخلوا في بيور اللي خصنا حتى هما نهدموهم ونديروا لهم نزاع الملكيه ونخلصوهم. هذا التخطيط راه ماشي بان راه تيدار بانه بدون سميتو البلان تاع التقديريه اللي تعطيه الجامعه لهاد الناس اللي ديروا من نزاع الملكيه. اذا هنايا في هذا التهيئه تاع 410 حنا تنشوفوا بان راه كانت اجلت في الدوره السابقه وهي اللي دارت الدربيه. اذا كانت هي السيد الرئيس ما عرفنا بان هي فيما يخص طريقه التهيئه تاع رقم 229 السيد الرئيس، هذا الشيء الوضع راه قائم. التهيئه دارت وما كانش تخطيط ويمكن تاخذ تاع التهيئه وهنا يمكن حتى هي واخا سميتو. ودابا خصنا نديروا لها التخطيط ديالها باش
الامور ديالها. شكرا سي الرئيس. شكرا. المالكين ديال انا نقول هاد الطرق هذه هي في الحقيقه كاين بعض الطرق اللي كاين التزام ديال شخص واحد اللي غادي يقوم بالانجاز ديالها، بحال هادو اللي ذكر الاخ جوج ديال الطرق بالخصوص ديال المؤسسه التعليميه اللي في طريق وجده. وهي في الحقيقه الا كانت غادي تخدم مؤسسه تعليميه ستخدموا مجموعه من الساكنه الان، خصوصا وان المنتزه واحد وجوج الان اللي كاينين تمايا غادي تخدموا بواحد الشكل كبير جدا ديك الساكنه اللي كاينه تما الان، واللي واحد العدد كبير ديال الناس اللي راهم هنا. هذه وحده. بالنسبه للرسوم التخطيطيه ديال هذه الطرق هذه موجوده ودرسناها في اللجنه، والاخوان انا نوضحها بين يعني بالتخطيط ديالهم بالالتزامات ديالهم هما عندي ندوز عليها دابا الاخوان يشوفوها. وبالنسبه لاخر طريق بالنسبه للذي ذكرها الاخ سي مهدي مشكورا، ماشي هي الطريق اللي تسبقت، هذه طريق اخرى، وفي الحقيقه ما غاديش تكون كتضيع يعني شخص اخر او انها غادي تمر في البيت ديالو، لا، هي طريق ستفتح العزله بالنسبه لهذا السيد لواحد المجموعه ديال الساكنه اللي غادي يستافدوا بطريقه غير مباشره، وما هي ماشي بملكيه ديال شخص واحد، غادي تمر في واحد المجموعه ديال الاملاك اللي في الحقيقه غادي تسبب العزله على هذيك الجهه ديال البارك الفرج. الغرض من هذا التخطيط ديال هذه الطرق، حدود هذه الطرق، انا واحد الوقيته مررت واحد الطريق باش نصغروها من 15 من 20 ل 15، والحقيقه ما كنتم متفقين على ان تمر، ولكن من 15 20 او من 20 ل 25 او من 15 يعني نكبروا. هذا مطلوب دائما في اللجنه ديال التخطيط، اننا صدرنا توصيه انه ما عمرو غادي ندوزوا واحد القرار ديال شي طريق تصغر، ولكن قابلين باش ندوزوا الطريق غادي تكبر من 15 20 او 20 30 الى غيره. وبالتالي جميع يعني الحيثيات القانونيه مصاحبه لتخطيط حدود هذه الطرقات هي متوفره لدى الاعضاء ديال اللجنه ولدى القسم ديال الممتلكات. شكرا. سي فؤاد ومن بعد سي حسين. السلام عليكم. فيما يخص هذه الطرق انا رايي الشخصي مع الفتح ديال الطرق ومع التوسعه ديال الطرق. كان رايي الشخصي انا مع الفتح ديال الطرق، اي طريق فتحناها جديده الا كتحلنا بزاف ديال المشاكل مع توسعه الطرق كذلك. لكن حنا نشوفوا هذه الطرق اللي درت لنا هنا كما قال الاخ شفتها غير بالهوامش هذه، ولكن انا رايي الخاص كاين اولويه بعض الطرقات اللي كتفرض نفسها حاليا واللي خصها دابا تنظر فيها. نقول لكم مثال ناخذوا الطريق الشارع اللي دايز على لوطيل فريوار، وهذاك الطريق هذيك كارثيه، كاينه انا عبرتها حتى 6 متر من هذه الجهه 6 متر من هذه الجهه، وكاينه 6 متر ديال الطريق الكودرون اللي تدوز من تما. علاش هذه ما نضروش فيها ونوسعوا داك الشارع ونعطيو له واحد القيمه وردوا له واحد القيمه، وربما تجي استثمارات تماك وداك الشيء هذاك راه مصيبه اللي حنا تماك. كاين الواد تماك من فوق داك المدرسه حتى الرصيد ما مسوقوش، والطريق والشارع باقي كله تقريبا خاوي من الجهه ديال اتجاه الجراميه كله باقي خاوي. علاش هذا الشارع ما نضروش دابا حاليا؟ ننتقلوا لهنا امور ليسي بن ياسمين هذه ياسمين هنايا، راه داك الشيء راه ما كيدخل لا تاكسي راه كيقول لنا المصنع تما راه ما كاين حتى واحد كيدخل، راه كارثه تما، ما كاين لا طريق بيكوش، راه غير البيست تما المدرسه الحره. حنا هنا دابا كنفتحوا المجال هضرنا في الموضوع وهذا الشيء راه في الموضوع، هادشي ماشي موضوع، هادو ماشي طرق، انا ما فاضيش نفسهم خارج هذا الموضوع ما طرق، الموضوع هو طريق بارك فرج، الموضوع هو طريق بارك فرج، تمشي على طريق الزباله باش نستخدم الزباله نشوفوا ذاك المنظر الجميل تما. شنو الطريق انا غادي نتكلم على طريق بارك فرج، هاد الطريق واش كتفرض الاولويه ديالها حاليا؟ كتفرض راسها اللي عندنا في الخشوع الاعمال. هذا دابا الطريق ديال اللي ماشي البارك فرج، واش حنا بغينا نهضروا بالعموم يقولوا لنا غادي نفصلوا، واش طريق البارك فرج كتفرض نفسها حاليا؟ كاين لوتيسمات تماك، لوتيسمات السيد الرئيس، خصنا نحلوا لها الطريق ومن تماك ندوب. هذا هو الاساس. اللوتيسمات ما كاينش فرض نفسها تماك، ما عندنا دوار تماك، ما عندنا حتى شي حاجه. كاين لوتيسمات السيد الرئيس خصو دابا خصو الجره ديالها ما حد باقي هذا، ومن تماك ليه من لوتيسمات السيد الرئيس كاين يلاه الزباله اللي كنتو تنزلوا
تقدر تعطلوا البيكات تما كدوزه غير بالنسبه لتماك ما كاين حتى شي حاجه. انا من نقول لك هنايا الناس في الكارثه وتقول لي انت ما هادشي ما فرقش خارج الموضوع هادشي خارج الموضوع شي شويه السيكوال تقول لي ندرب ولا ما ندربش؟ لا هادشي انا هذا نقدر الموضوع ولا نسكت كنسيبوه. شوف اللي علمني الله هو هذا. هذا في الموضوع انا هذا موضوع تقبل فورش صبر نفسك. هذه المدرسه الخاصه اللي غادي يحلوا له الطريق. شكون هو باش يحلوا له الطريق؟ هذا هو المدرسه الخاصه في الطريق في الخلا نحلوا له الطريق من الاولويه. هذه الاولويه نحلوا له الطريق باش يديروا مدرسه خاصه. هذه كيفرق نفسها هذه كتفرق نفسها. ماشي مدرسه عموميه هذه مدرسه خاصه نعطيو له الارض باطل ونزيدو نحلوا له الطريق وتبارك الله. هنايا والله انا تنشوف هنايا حنا تنرضيو هنا الناس حنا تنرضيو هنا بعض المصالح باش نحلوا الطريق من اجل الخدمه ديال المدينه. شكرا سي حسين تفضل. سي حسين شكرا سي الرئيس. باش ما ندخلوش في هذه المشاكلات انا كيف قال في بالي سي الرئيس الطريق عندنا علاقه حتى مع العلو ديال ذكرنا عليه قبيل. هذه نستناو التصميم ديال نكون التصميم ديال التهيئه باش خدنا الرؤيه ديال الاجداد النقطه هذه صافي اجلنا اخرى ونخليوها على اللي تما يفهم النظام. شكرا. لكن الاخوان عندنا وثيقه ديال بالنسبه لتصميم التهيئه الكل يعلم والان حنا كنعاودوا ناكدوا هذه المساله والناس الوكاله الحضريه حاضرين معنا الان بان عندنا وثيقه علاش كنشتغلوا. هناك وثيقه المصادقه عليها من طرف اللجنه المركزيه الكوميسيون سونترال. هناك وثيقه المناقشه ديال هذا في اللجنه المصادقه عليها بمحضر نشتغل عليها الان وجميع الطرق مجسده في تصميم التهيئه. وبالتالي ملي كنا كنقولوا هذه الطرق مطابقه تصميم التهيئه كما جاء على لسان رئيس اللجنه السي عبد الحق. شويه ديال الله يرضى عليك. لا يا قلت المساكن ما تيقوش بالاوهام لان الله يخليك الله يخليك سي عبد الحق الله يخليك الله يخليك الله يخليك لا اله الا الله. الله يجزيكم بخير. شويه هدوء وكنا ماشيين بالهدوء. الاخوان شويه هدوء الله يخليكم الله يخليكم. شويه ديال الهدوء الله يجزيكم بخير. رجاء الاخوان شويه هدوء الله يجزيكم بخير. الله يخليكم الاخوان الله يخليكم الله يخليكم الاخوان الله يجزيكم بخير. شويه ديال الهدوء شويه الهدوء. الان كما قلت القسم ديال التعبير الان القسم ديال التعبير ولا في الشباك الوحيد نشتغلوا بوثيقه رسميه مصادق عليها في اطار اللجنه المركزيه بحضور المصالح المركزيه ديال الوزاره الوصيه. وبالتالي هذه الطرق اللي كيتكلموا عليها الاخوان واللي كانت مقترحه من طرف قسم التعمير جميع هذه الطرق بطبيعه الحال كاينه في التصميم ديال التهيئه. سي مدرك غير مرة أخرى الحقيقة نأخذ الكلمة من أجل أن أرد على الإخوة لأنه الحقيقة المقترحات ديال الإخوان سواء في الأغلبية أو في المعارضة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار على اعتبار أن الحقيقة كانت الدورة ديال الحساب الإداري اللي هي الدورة ديال اليوم كان ممكن يكون فيها تخطيط الحدود ديال الطرق بشكل كبير جدا. ولكن حسب اقتراح ديال الإخوان في المكتب المسير ديال الموسع ديال المجلس فرجعت مجموعه من الطرق الحقيقه اللي كيذكر بس فؤاد ولا الاخوان الاخرين اللي كيذكروا مجموعه من الطرق الان في وسط المدينه. مجرد ان يتقدم اي انسان متضرر فيما يخص الطريق المخططه تصميم التهيئه او مشروع تصميم التهيئه حقيقه تلبي اللجنه الطلبات ديال هاد الناس هذو وكتدرجهم. وانا كنلتمس السيد الرئيس باش انه في الجلسه المقبله ديال ابريل ان شاء الله بالتضامن باش تكون مجموع الطرقات التي يعني لا زالت معلقه ان تطرح على اصدار
اشخاص معنويين وذاتيين وخفوا العبء على الجماعه الحضريه باش يخدموا الطريق. حنا كنعرفوا الطريق شحال كتستعمل، يكفي الحال الشمال ديال الطريق راه كيتقام 7500 درهم ديال الدرهم. ما عرفتش انا المقاولين كيعرفوا اكثر من هذا الشيء، ولكن هاد الناس تلتزموا باش يخدموا الطريق، بغات تكون زيد ولا ديال عمل. المهم في النهايه غادي يستافد من هذيك الزيد وكثير من عمل. وتحيه. شكرا السي محمد، تفضل. شكرا. غير احنا كنا تقدمنا في هذه النقطه هذه، ولكن مجموعه ديال الملاحظات اللي تات في الحقيقه كتجعلنا نرجع شويه للوراء. ومن دائما كنقول انا فيما يخص التخطيط ديال الطرق ولا العلو ديال البنايات، راه الفاصل ما بيناتنا هو القانون. القانون هو تسميه التهيئه ديال المدينه. هذا الشيء اللي كنديرو كمصادقه للمجلس ما هو الا اجتهاد. وباش نذكر قلتيو على اساس انه كتخدموا بواحد الوثيقه سمين التهيئه خدام المصادقه ديال غير اللي بغيت نوضح هادشي راكم فاهمينو وضحتوه في السابق. وزاره الداخليه ما عمرها تخص على شي سميه التهيئه، انا ما قلتش هادشي. وزاره الداخليه ما عمرها كتسابق على سميه التهيئه. هناك لجنه مركزيه برئاسه السيد مدير التعمير على الصعيد الوطني هي اللي كتسابق، وهذا الشيء تم في السابق، تم خلال جوج اجتماعات. الاجتماع الاول درناه في المدينه ديال تازا، والاجتماع الثاني دار في المدينه ديال الرباط بالرئاسه ديال السي المالطي اللي هو مدير التعمير. حضر هنا وحضر في الرباط. الناس كانوا على وزاره الداخليه. شكون اللي قال وزاره الداخليه؟ وزاره ماشي على وزاره الداخليه. هضرنا على اللجنه المركزيه. هناك لجنه مركزيه كيترأسها السيد المدير ديال التعمير على الصعيد الوطني، هو اللي كتم المناقشه جميع الامور المتعلقه بسميه التهيئه. هذه خارج الموضوع، غير للتذكير فقط والتنوير الراي العام على ان هناك عندنا وثيقه اداريه رسميه مصادق عليها من جميع الاطراف، بما في ذلك الوزاره الوصيه ديال التعمير اللي هي وزاره الاسكان للتعمير. وبالتالي الان عندنا وثيقه كنشتغلوا عليها تبين على انه في الماضي على ان تصميم التهيئه فيه مغالطات كبيره. وبالتالي خلال عده اجتماعات مع الناس الوكلاء والسيد العميد تبين على ان من ضروري مراجعه تصميم التهيئه لانه متجاوز واحد المجموعه ديال الامور ديالو. والان هو في طور الدراسه على تصميم ديال التهيئه، وغادي يجي خلال الاشهر المقبله من اجل المصادقه باش ما نغلطوش عباد الله فيما يخص القضيه ديال تصميم التهيئه. انا كنظن المغالطه هي حدثها، لان ملي كتقول على اساس ان وزاره الداخليه وانا ما نتكلمش على وزاره الداخليه، كنعرف الاستثناء وكنعرف التتبع ديال المسار وكنعرف الاجتماع اللي ترأسو السي المالطي اللي هو ولد تازا والنقاش اللي دار، وكنعرف اللي ترأس الاجتماع في الرباط شكون هو، وكنقول لك انا انطلاق من القانون النص واضح داز عام ما تنشرش المرسوم للمصادقه على تصميم التهيئه اصبح غير قابل للتنفيذ، والحكم القضائي ها هو. ما ديروش المغالطه. الله يخليكم نزيدوا الكلام. تصميم التهيئه ماشي موضوع، انا خليتك تكلمتي لان تصميم التهيئه ماشي موضوع ديالك كيطلع علاقه، لكن الان جبدنا الكلام فقط لتنوير الراي العام على ان عندنا وثيقه باش كنخدموا كنشتغلوا رسميا مصادق عليه من طرف الوزاره الوصيه ومن طرف الناس الوكاله الحضريه، ولكن كنشتغلوا باش كندوزوا البلانات. الان عده سنوات هناك وثيقه كنشتغلوا عليها فعلا متجاوزه. حنا اللي طلبنا على ان خص مراجعه ديال تصميم التهيئه لانه الوثيقه متجاوزه ومن الضروري المراجعه ديالها صوبت في الوقت السابق قبل 2003 للتاكيد فقط. كاين شي مداخلات اخرى، كاين شيء ندوزو لباب المصادقه. الموافقون على النقطه التاسعه على تخطيط حدود الطرق. المعارضون شكرا. نمر إذا سمحتوا إلى النقطة الوالية المتعلقة بدراسة
الحساب الاداري بالنسبه لهذه النقطه وتطبيقا لمقتضيات الماده 46 من الميثاق الجماعي اللي كتنص على ان الرئيس يتولى رئاسه جميع دورات المجلس باستثناء الجلسه المخصصه لدراسه الحساب الاداري والتصويت عليه. والمجلس بطبيعه الحال كما كينص الماده 46 من القانون له الصلاحيه لتعيين او انتخاب رئيس الجلسه خارج اعضاء المكتب. الى ما شفتوا شي مانع غادي نشوفوا السي ابو الغازي اللي يتحمل هذه المسؤوليه ويجي يخصصنا الجلسه ديال الحساب الاداري. اذا كان ما كاين مشكل الاخوان تفضل السي محمد ابو الغازي. فاضل لا لا ادمان السجانه اللي باين في هذا البلاد واش بعاني نحبس ما كنجبروا لا ليك وجد الاولاد ما كنجبروا لا كرا لا ما لا اللهم هذوك الكار عشان باين الحبس الكرا والموت وما صافي سلاق الصندوق فين نسكنوا مع ولادنا. اللهم هذوك الكار اللهم هذوك الكار اللهم هذوك الكار اللهم هذوك الكار في هذه البلاد هذه راه ما شكرناش الصندوق فين تسكنوا. راه سيدنا الله يستر سيدنا عطيه يتمس السجانه ما سبناش معنا مازال راه حنا ما سبحوش فيه لا فاضي ولا راه رزقنا غادي في هذه البلاد. راه سيدنا عطيه يتمس السجانه كيفاش كتعطيهم الناس اللي بدو يتمسوا السجانه وعطيهم المعوقين والمجازين المعطلين هذو عطينا اللي في فرنسا واللي في هولندا نبدا مناقشه الحساب الاداري. المنهجيه حتى ستكون كما يلي اذا سمحت. اولا سيتدخل نائب رئيس اللجنه لتلاوه المحكمه. بعد ذلك ساعطي الكلمه للاخوه المستشارين لطرح استفساراتهم، ثم نعطي الكلمه بعد ذلك لرؤساء الاقسام والمصالح لتقديم التوضيحات اللازمه وكذا المستشار. وبعد ذلك اذا كان هناك تعقيب ثم نحسم في النهايه بالصوت. واطلب من الاخوه الحاضرين الالتزام بالهدوء جزاكم الله خير. تفضل الاخ النائب. الساده المستشارين الحضور الكريم، لي الشرف ان القي على مسامعكم محضر اجتماع اللجنه المكلفه بالتخطيط والشؤون الاقتصاديه والميزانيه والماليه فبراير 2011. اجتمعت اللجنه المكلفه بالتخطيط والشؤون الاقتصاديه والميزانيه والماليه طيله ايام 4 و7 و8 و10 فبراير 2011 على الساعه 10 صباحا لقاعه الاجتماعات بمقر الجماعه الحضريه الثالثه ساحه حسين تحت رئاسه السيد محمد ابو الغازي بحضور الساده اعضاء اللجنه، نواب الرئيس، رؤساء الاقسام والمصالح الجماعيه، ممثل عن السلطه المحليه، القاضي البلدي وبعض ممثلي المصالح الخارجيه، وذلك لمناقشه نقط جدول الاعمال التاليه. اولا دراسه الحساب الاداري للسنه الماليه 2010 والتصويت عليه. ثانيا برمجه الفائض الحقيقي للسنه الماليه 2010. ثالثا اعاده تخصيص بعض اعتمادات الميزانيه التشغيليه. رابعا الموافقه على مشروع اتفاقيه شراكه بين الجماعه الحضريه للساسه والمكتب الوطني للصيد البحري بشان انجاز وتدبير سوق الجمله لبيع المنتوجات البحريه. خامسا دراسه مشروع اتفاقيه شراكه وتعاون بين الجماعه الحضريه للساسه وكتابه الدوله لدى وزير السياحه والصناعه التقليديه المكلفه بالصناعه التقليديه بشان تخصيص قطعه ارضيه جماعيه. اقتناء العقارات اللازمه لايواء السوق الاسبوعي. اقتناء قطعه ارضيه في ملكيه العمران لانجاز سوق مغطى بحي المسيره الاولى. النقطه الاولى دراسه وثيقه الحساب الاداري للسنه الماليه 2010. بخصوص هذه النقطه فان اللجنه يصبت على مناقشه ودراسه مختلف مكونات وثيقه الحساب الاداري للسنه الماليه 2010 حيث جاءت مقترحاتها وتوصياتها حسب المجالات المكونه
بمختلف أقسام وثيقة الحساب الإداري، وذلك كما يلي: القسم الأول مداخيل الجزء الأول المتعلقة بالتسيير. مجال الإدارة العامة. الفصل المتعلق بمنتوج الغرامة الناتجة عن عملية وضع الكعب للسيارات صحة 5. بخصوص هذا الفصل أكدت اللجنة على ضرورة التنسيق مع لجنة السير والجولان بهدف دراسة إمكانية مراسلة رئيس الأمن الإقليمي من أجل استرجاع الكعب بفائدة الجماعة الحضرية لتابع توصيات دورة أكتوبر لم تنفذ. مجال شؤون تقنية. الفصل المتعلق بمنتوج كراء بنايات السكنى صحة شعب. أكدت اللجنة على دراسة إمكانية إيجاد صيغة مناسبة لتمكين محامي الجماعة من مصارف إقامة الدعاوي ضد معتمري السوق البلدي المغطى بتازة العليا وتازة الجديدة، وكذا باقي الدور السكنية التي